يا مساء الفل. تعالوا نحضر مع بعض كيكة كده اختفت من السوبر ماركت. كيكة النايتي. كيكة النايتي دي زمان انا كنت مخلصة مصروفي عليها، انا ولادي بقى ما يعرفوهاش، فتعالوا بقى نحضر كيكة النايتي وهنبهرهم بطعم الكيك القمر ده. قد ايه طري، قد ايه خفيف. طبعا حجم الكيكة بتاعتي غير الكيكة بتاعت الشركات خالص، حجم الكيك عندي بيكون كبير شوية. فيلا بينا هنعمل الكلام ده كله ببيضة واحدة بس. هننزل بالبضاية كده ونحط عليها فانيليا كده، وننزل عليها بنص كوباية سكر او كوباية الا ربع حسب الرغبة. بس نص كوباية سكر بصراحة مظبوطة جدا. هنقلب بقى بالمضرب اليدوي لحد ما يعمل فوليوم كده زي ما انت شايفة كده بالظبط. هنقلب فيهم، خدوا الفوليوم التمام مية مية. هنروح على طول نازلين بنص كوباية من الحليب، واهم حاجة يكون الحليب دافي، يعني هتدفي شوية الحليب على النار. مقدار الحليب اللي انا مستخدماه في الوصفة دي كوباية من الحليب دافية. هحط نص دلوقتي والنص التاني هقولكوا هيتحط امتى. بعد كده هنزل بنص كوباية من الزيت. حطينا الزيت ولازم اقلب بالمضرب كويس عشان يعمل فوليوم كده. تمام كده الخليط. هنزل عليه بقى بالمكونات الجافة. حطينا المنخل بتاعنا، هحط كوبايتين من الدقيق، دقيق جميع الأغراض، ورشة ملح، ومعلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر. تمام، حطينا المكونات كده. اهم حاجة بقى في الخطوة دي ان احنا هنديهم هوا وننخلهم، ندخل الهوا في الخليط بتاعنا، عشان كل الكلام ده هيخلي الكيك بتاعنا هش جدا. لو انتي معايا لحد دلوقتي ما تنسيش تعملي لي لايك شير كومنت اعرف رأيك. واللي ما يعرفنيش انا ريهام صبحي، اعملي لي لايك وشير وكومنت وفولو على البيج وسبسكرايب على قناتي على اليوتيوب عشان تتابعي كل الوصفات. في الوقت ده لما انا خلطت المكونات الجافة على المكونات السائلة، الخليط بتاعي كان تقيل. رحت على طول نزلت بالنص كوباية الحليب التانية الدافية. خلاص وصلتي معايا لحد كده تمام. لازم خليط الكيك يبقى معايا سلس وخفيف وناعم بالشكل ده. هجيب بقى قالب مستطيل مقاس 30 في 40 او اكبر قالب مستطيل عندك. هننزل بالكيك بالشكل ده. بس في هنا حاجة تركة، انا نسيت اشيل منها معلقة. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب بولة اشيل من الخليط ده معلقة او معلقتين صغيرين جدا، بس مش عايزة اكتر من كده. هقول لكم هنعمل بيهم ايه دلوقتي. وهوزع باقي الخليط كده بالتساوي في الصينية. بس اهم حاجة الصينية تكون متبطنة، مدهونة زيت ومتبطنة بورقة زبدة. وضروري كمان ورقة الزبدة تدهني فوقيها كمان دهنة زيت خفيفة بالفرشة. تمام. هنيجي بقى لمعلقة الخليط اللي احنا خدناها من الكيك، هنزل عليها بمعلقة صغيرة من الكاكاو البودر الخام. تمام. وهنزل عليها بمعلقتين كبار مية، وهدوب بقى الخليط ده كويس قوي عشان يبقى زي خليط الكيك بالظبط وناعم. فعشان كده حطيت معلقه صغيره من الكاكاو ومعلقتين كبار ميه. هننزل بقى في كيس اللي هو بتاع السندوتشات ده، كيس التلاجة. هننزل بقى بالخليط بتاعنا، وتعالوا بقى نشكل الكيك بتاعنا نفس ما كنا بنشتريه بالظبط زمان. هنجيب بقى الخليط الكيك بتاعنا بعد ما وزعناه في الصينيه بالشكل ده. هجيب بقى افتح فتحه صغيره خالص في الكيس، واعمل خطوط بالعرض خطوط بالطول زي ما انت عايزه تشكلي الشكل بتاعك. بصوا الشكل، امشي بقى خطوط كده. وبعد كده هتجيبي بقى بعود الشيش طاووق، اعملي بقى ايه شكل الماربل، اي شكل كده. المهم زوقي الكيك بتاعك زي ما انت عايزه. بصوا شكله قمر يفتح النفس بجد بالامانه. يعني انا ولادي قالوا لي انت بتعملي ايه الكيكه دي، فهم عجبهم قوي الخطوه دي. هندخل الكيك على فرن حامي على درجه حراره 180 شغال من تحت بس، وهنحطه على الشبكه اللي في النص. الكيك بيقعد 20 دقيقه فقط، ما تزوديش عن كده. ولما تطفي عليه اختبريه بطرف السكينه، لما تلاقي السكينه نظيفه تعرفي ان هو الكيك استوى. تمام. نشيل بقى ورقة الزبدة بكل سهولة لان احنا دهنينها زيت فبتطلع بكل سهولة. الكيك حرفيا ما بيستحملش، يعني عامليه معاملة رقيقة جدا. الكيك هش وطري قوي. هنشيل الاحرف بس عشان نظبط شكلها. مش قادره اقول لكم كان طعمها حلو جدا لدرجه ان انا ما استحملتش، ما قدرتش اقاوم وكلت الاطراف. المهم هنقسم الكيك بالنص بالنص بالظبط. عايزه اقول لكم انا قعدت اقيس بالمسطره،
نقسم بالنص، نص هحط عليه مربى الفراولة او اي مربى بتحبوها او نوتيلا او اي حشو، ونقلب عليه النص التاني. ظبطي بقى اي زيادات في الكيك بتاعك، اي احرف مش متظبطه ظبطيها. وبعد كده كل 3 صوابع علمي ان انت ايه تقسمي الكيك زي ما انا بعمل كده بالظبط، وكمان تقسميه من النص. طلع معايا بالظبط 7 قطع بس حجم كبير. انا شفت وصفات تانية بيقولك 12 قطعة. 12 قطعة دي يعني انت هتقطعيه مكعبات صغيرة، لا انا شايفة الحجم ده حلو معقول، وقطعة الكيك مشبعة وطعمها حلو جدا. مش قادرة اقول لكم، انتوا شايفين في الوصفة اهو في الفيديو ان الكيك قد ايه طري، هش يتاكل يعني يتنسف. وده اللي حصل، الكيك بتاعي يا جماعة اتنسف. علشان كده بقولكم جربوها وهتعجبكم جدا. باي.